كل يوم تسأليهم هتاكلوا ايه ويقولولك اي حاجة، وعمرنا ما عرفنا ايه هي الأي حاجة. طب تعالي معايا كل يوم سبت بنعمل مع بعض منيو الأكلات، سفرة كاملة ل7 أيام، علشان ولا تفكري ولا تحتاري، عليكي بس تختاري. منيو النهاردة أكلاته لذيذة جدا، أكلات شتوية لذيذة وسريعة وتوفر معاكي في الميزانية، حاجة بجد تتعمل كده في ثواني في المطبخ، ولا وقفة ولا تعب ولا حتى مجهود. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. هنشرح كده شرح للوصفات، وكل اللينكات أو الروابط بتاعت الفيديوهات دي هسيبلك الرابط بتاعها في صندوق الوصف تحت الفيديو، علشان لو عايزة توصلي لها بكل سهولة. ونبدأ معانا بأول يوم في الأسبوع. أول يوم معايا في الأسبوع أكلة بسيطة في حلة واحدة، هتعملي الفراخ والمكرونة في ثواني. فراخ كده مشوية بدون فرن، وحاجة كده كلها على عين البوتاجاز من فوق. جبت كده حلة معايا على النار، حطيت فيها شوية من الزيت، معلقة كده من الزبدة أو من السمنة، واديت تشويحة أو تحميرة حلوة كده للفراخ. ونزلت عليها ببصلاية، حباية من الطماطم متقطعة، حطي حباية فلفل والتوابل اللي انت عايزاها، ملح فلفل اسود توابل فراخ رشة قرفة، حطي بابريكا، كل اللي انت حباه. وغطيها بقى بالمية، وحط لها معلقتين كده من الصلصة، ممكن تحطي عصير طماطم مع المية، وسيبي كل ده الفراخ تستوي معاكي تسوية كاملة. لما تستوي كأنك سلقتيها في المية المتبلة والخضار والكلام ده كله، طلعي الفراخ كده وسيبيها تبرد على جنب. وعندك بقى المية دي ابدأي ان انت تنزلي فيها بمكرونة اللي هي الصغيرة دي، لغاية ما تستوي معاكي وتبقى مكرونة مبكبكة في الصلصة بتاعتها خطيرة. في مرقة الفراخ كده مش قادرة اوصفلك الجمال. والفراخ بقى شوية زيت كده مع قطعة زبدة، وحمري فيهم الفراخ في طاسة على النار، وقدميها على وش المكرونة. سريعة ولذيذة وطعمها خطير، مبكبكة كده بالفراخ، طعمها يجنن. اما تاني يوم معايا بقى في الاسبوع، السمك المشوي السنجاري الخطير، احلى وصفة تتعمل في البيت. وودعي بقى اكل المحلات. هاتي معاكي سمك بوري، سمك بلطي، سمك مكاريل، اي حاجة انت حباها، وافتحيها من الظهر ونضفيها كويس. انا كان معايا سمكتين من المكاريل، فتحتهم كده من الظهر، وطبعا تنضفوا كويس، وبدأت ان انا اتبلهم بالتتبيلة الحلوة بتاعة السمك، توم وليمون، شوية صغيرين من الخل، ملح، كمون، كزبرة، رشة بابريكا، رشة بسيطة من الفلفل الأسود والملح. تبلت السمكة من جوه ومن بره، وحطيتها كده جوه ورقة فويل مدهونة دهنة بسيطة من الزيت عشان السمكة ما تلزقش عندي. وتعالوا نحضر خلطة الخضار الخطيرة. طاسة على النار فيها شوية صغيرين من الزيت، شوحت فيها كده بصلاية مكعبات، حباية طماطم مكعبات، فلفل أخضر، فلفل ألوان اللي انت حباه. حطي كمان شوية من تتبيلة السمك اللي احنا كنا عاملينها. واخر حاجة شوية من الجزر المبشورين، ورشة كده من البقدونس والكزبرة الخضراء. قلبي كله مع بعض مع رشة ملح وفلفل اسود وكمون. هاتي بقى الخلطة بتاعة الخضار دي بعد ما تبرد، وافرديها عندك على وش السمكية. حطي شرايح من الليمون، رشة زيت، ودخلي على الفرن على طول. هيطلع معاكي بعد نص ساعة شوية سمك في حتة تانية خالص، مع شوية رز أبيض وسلطة، وبألف هنا. نفسك بقى تعملي صينية محشي رهيبة، ويكون وشها مشوي كده في الفرن، وكمان تكون مستوية زبدة كده. لو انتي بتحبي المحشي مستوي زيادة، تعالي اقولك الحل. هاتي المحشي بتاعك اعمليه بطريقتك العادية. المحشي بقى خطواته كتير، فلو انتوا حابين تشوفوا الطريقة كاملة شوفوها في الفيديو بتاعه. بعد ما حشيت كوسة وبتنجان وفلفل ورصيتهم معايا في الصينية، هحط لهم مقدار الشوربة المناسب واسويهم معايا على النار لغاية ما المحشي يستوي عندي يعني 100%. واجيب بقى معلقتين كده من معجون صلصة الطماطم، عليهم معلقة من الزبدة او السمنة، رشة ملح وفلفل اسود، واقلب كل ده مع بعض. وعلى النار كده ابدا ان انا ادهن وش الصينيه اللي انا عاملاها بتاعه المحشي زي ما قلت لكم استوى عندي تماما. واخده على طول تحت الشوايه بس، تحت الشوايه بس، وش المحشي ياخد كده اللون الحلو الخطير ده. عايزه اقول لك اكله خطيره ومشبعه وتاكل كده حفل لوحدها. انا دايما لما بعمل محشي لوحده بعمل معاه شوربه لسان عصفور كده من شوربه عيناها في الفريزر، بعمل معاها شوربه خضار اللي انت حباه بقى. عايزه طبعا تعملي جنبه اي لحوم مفيش مشكله، بس هو كان يوم كده بدون اي لحوم. المحشي بقى طبعا التسويه واثقين منها 1000000% على البوتاجاز عادي من فوق، واخد كده اللون المحرمش الحلو ده، مش قادره اوصف لكم الطعام. طب تعالوا بقى بما ان كنا مشغلين الفرن واكله اقتصاديه، نعمل لهم احلى تحليه في حته تانية خالص. لفة جلاش عندك هاتيها، وكوبايتين من الحليب. كوبايتين من الحليب حطيت عليهم 3 معالق من النشا، رشة فانيليا، وقلبتهم ورفعتهم على النار لغاية ما بقوا عندي مهلبية كده. خليهم على جنب، وهاتي لفة الجلاش بتاعتك. ابدأي ان انتي فردي نص بالطبقات من تحت، وكمان حطي معاكي
الخليط بتاع الحشوة ونص طبقات الجلاش. مش هنورق بالسمنة، لا مش هنورق بالسمنة. ابدأي بقى ان انت قطعي الجلاش عندك ده بالطريقة اللي انت حباها، مربعات، سمبوكسات، اللي انت حباه. وهاتي بقى نص كوباية سمنة، وابدأي ان انت اسقي الجلاش ده لغاية ما يتشرب معاكي السمنة تماما، وهيكون مورق وخطير زي ما هتشوفيه دلوقتي. بدخله الفرن بقى، ولما يطلع ببدأ ان انا اسقيه بشربات خفيف وبارد لغاية ما يكون اتشرب معايا وحاجة زي العسل. شايفين بقى الحشوة خطيرة، والجلاش كده مورق وكريسبي من بره، ولا تعبنا فيه ولا فردنا ولا عملنا اي حاجة، وطعمته مفيش بعد كده. شايفة كمية المشاوي الحلوة دي بصدر فرخة؟ والله صدر فرخة. هاتي صدر فرخة معاكي كامل كده، وابدأي ان انتي اقسميه بالنص، يعني كل ربع كده يبقى لوحده، وابدأي قطعيه بدل ما بتقطعيه طرنشات بالطول، قطعيه بالعرض. ايوه بالعرض. وشوفي الطريقة بتاعة التقطيع في الفيديو هتفيدك جدا، بيرمي معاكي ما شاء الله كمية رهيبة. عملناها بنفس الطريقة دي قبل كده، المشوي والمقلي، وكان خطير. بعد ما بقطعه بقى تعالوا نتبله. هنتبله معانا بشويه كده من صوص الباربيكيو، شويه كمان من الصويا صوص، لو عندك دبس رمان حطي، توابل فراخ، ملح، فلفل اسود، رشه بابريكا، رشه قرفه، شويه صغيرين من الخل، وحطي كمان معلقه زبادي لو عندك. سيبي بقى يتبل كويس قوي، وهاتيه في طاسه سخنه على النار، وابدأي ان انت تديله صدمه من الجنبين. بعد كده هدي النار لنار متوسطه، وسيبيه لغايه ما يتشوي كده معاكي وياخد اللون الحلو. عليله النار عشان ياخد لون احلى. بس كده في ثواني هتكوني عامله معاكي احلى واطعم بانيه مشوي، والكميه مش قادره اوصفلك، مع شويه مكرونه بقى رز مبهر وبالف هنا. بنقول القرنبيط اكله اقتصاديه، بس منين اقتصاديه ومنين بنخلص عليها ازازه الزيت؟ يبقى بجد مش اقتصاديه. طب ايه رايك تعملي القرنبيط بدون نقطه زيت، وهتطلعيه معاكي خفيف وطعمه تحفه، وصينيه كده تلمي عليها البيت كله. سلقت معايا نص حبايه قرنبيط كده في ميه وكمون وورق لوري وحبهان، وسبتها تبرد، وقطعتها لزهرات صغيرة جدا. وحضرت معايا الخليط بقى، كوبايتين من الحليب أو المية، عليهم حبايتين من البيض، وكمان نزلت عليهم بكوبايتين من الدقيق، وقلبهم كلهم مع بعض كويس جدا، ونزلت عليهم بنص كوباية كده من أوراق البقدونس والشبت، الكزبرة المتوفر عندك. وتعالي بقى على النار، طاسة كده فيها معلقة بس كده أو حاجة من الزيت، قطعة زبدة لو انتي حابة، وابدأي ان انتي شوحي معاكي كده بصلايه مقطعاها على ايدك او فرماها في الكبه، فلفل احمر واخضر واصفر، او الموجود عندك فلفل حامي مفيش مشكله، طماطمايه مبشوره، قلبي كل ده مع بعض، وحطي عندك الملح والفلفل الاسود، حطي كمون، كزبره، حطي توابل مشكله، وقلبي كل ده مع بعض، التوابل تتشوح، وانزلي عليهم بزهرات القرنبيط اللي انتي مقطعاها صغير قوي، شوحيها على النار وادفعي عليها على طول. ولما الخليط ده يبرد حطيه بقى على الخليط الاولاني اللي عملناه بتاع الحليب والدقيق والبيض والخضراء، وقلبي كل ده مع بعض، وصاج حلو كده كبير ادهنيه بالزيت، وانزلي فيه بخليط العجة، ودخليها على فرن متوسط لغاية ما تاخد لون من تحت، شغلي لها الشواية تاخد لون من فوق. حضري بقى عيش بلدي، اعملي جنبها مسقعة، حمري بطاطس، اعملي اللي انت حباه مع رز كده بشعرية او حبة وحبة، والف هنا. عجة قرنبيط خطيرة. لو عندك حتة كبدة بقى، حتى لو كبدة مستوردة، تعالي اقولك ازاي تحوليها لكبدة بلدي طعمها خطير وريحتها في حتة تانية خالص. وكمان هنعمل معاها شوية مكرونة كده محمرة، مكرونة مش محمرة، مكرونة بالخضار كده يا جماعة، حمرة في الصوص بتاعها رهيبة. طبق كده كامل على بعض وحضرناه مع بعض في الفيديو ده رهيب. الكبدة بقى، كبدة بلدي، كبدة مستوردة المتوفرة عندك، دي كانت مستوردة. قطعت كده كام حتة من اللية، وطبعا تبلت الكبدة. تبلت الكبدة بالثوم والكزبرة والليمون وشوية صغيرين من الخل وملح وشوية بسيطة من الفلفل الأسود. وهبدأ ان انا اسيبها شوية في التتبيلة. حطي معاها كمان فلفل اخضر لو انت عايزة، في كل ده في التتبيلة مع بعض في الكبة. تبلت الكبدة وسخنت الطاسة، شوحت فيها حتة اللية، هتفرق بقى وتحولها لك كأنها كبدة بلدي ضاني طعمها رهيب. هبدأ ان انا انزل بالكبدة اديلها تشويحة حلوة على النار. بعد كده اختياري من عندك بقى، احط لها بصل شرايح رفيعة، حطي فلفل بس، حطي فلفل حامي، وشواحي كل ده لغايه ما الكبده تستوي معاكي تمام جدا. وشوفي بقى المكرونه اللي بالخضار دي طعمها في حته تانية خالص. حمري شويه بطاطس، اعملي طحينه وعيش، وبالف هنا. طاجن الدفا بقى واللمه الحلوه، طاجن الدفا، طاجن الطفوله حسب ما بتسموه. احلى واطعم طاجن تورلي باللحمه او خضار مشكل باللحمه، بدون سلق ولا شوي ولا تحمير للحمه ولا الكلام ده خالص، طعمه في حتة تانية خالص. هاتي كده حلة معاكي على النار، حتة زبدة أو سمنة، شوحي اللحمة على الجنبين،
حط لها بقى ايه رشة من الحبهان ورق اللوري المطحون، رشة قرفة بسيطة، فلفل اسود، رشة كمون. شوحي اللحمة مع توابل اللحمة كده كلها مع بعض، وانزلي عليها بحباية من البصل، فص كده من الثوم، وبعد كده اغطيها بالمية المغلية. حط لها كمان معلقة صلصة، شوية من عصير الطماطم. سيبي اللحمة تستوي في كل الكلام دوت. بعد ما اللحمة تستوي انزلي عليها بقى، حطيت بسلة وجزر، حطيت كوسة، حطيت فاصوليا، بطاطس، اللي انتي حباه طبعا من الخضار. لما كل ده ياخد له غلوتين 3 مع بعض واللحمة كانت استوت عندي تماما، هبدأ ان انا احط كل ده في طاجن واللحمة على الوش. تكمل بقى الخضار تسويته في الفرن واللحمة تدوب وتبقى حتة زبدة كده معاكي، تكوني عملت شوية رز. هو الطاجن هياخد تسويته في الفرن وبعد كده شغلي له الشواية ياخد اللون الحلو. عملت معاه شوية رز بلسان عصفور كانوا خطيرة جدا، في حتة تانية خالص. بس الأكلة دي كده مع بعض أكل الشتا بصحيح. لو عجبك المنيو النهاردة متنسيش تعملي لي لايك واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد. مع السلامة.